السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اسعد احوالكم. النهارده عملنا بقى اكله اسكندراني كده. إيه حلوه قوي. إيه سمك فيليه مقلي وسردين، صينيه سردين في الفرن ومسقعه ورز صياديه بقى تحفه. يلا نشوف احنا عملنا ايه. دي بقى علشان السردين. إيه بصلايه كده متقطعه شرايح كده صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده. وعليها توم مفروم وملح وفلفل اسود وشطة و... وفلفل كده طرنشات. هنقلبوها بقى كده في بعض عشان نغسلوا السردين ونحطه عليه، ولسه كمان هنحط عليها شرايح طماطم. شطفنا كده السردين وهناخد بقى الخلطة الجميلة بتاعتنا دي، هنحطوها بقى كده هنا كلها كده، وهنقلبوها بقى كده في كويس ونرصوها في الصينية. كده جبت 4 حبات بطاطس ورحت جايه حطاهم كده في ارضيه الصينيه، وادي كده السردين بتاعنا. انا حطيت عليه الخلطه دي، وهنبتدي بقى كده ايه، نرصه واحده واحده كده في الصينيه. بسم الله. إيه كده خلصنا الصينيه. انا حطيت عليها شويه ملح، وهنحط عليها كمان شويه كمون. انا النهارده بصور بايد واحده، معلش علشان كده يعني مش عارفه اصور كويس. يا رب تكونوا شايفين الخطوات. هنرش كده فوق الوش برضو كده شوية كمون. وهنحط كمان رشة زيت كده من فوق الوش. صينية السردين دي بتبقى جميلة جدا واخف من احنا بنعمله بقى شوية رز صيادية اسكندراني كده. هنحمره البصلة بقى وهنعمله مع بعض برضو كده. هنا الخطوة الأولى اللي احنا بنحمر البصلة. البصلة هنا اتحمرت اهي. هنحط بقى بصلاية مبشورة، قصدي جزرية مبشورة كده، وطماطمية صغننة مبشورة أو نص طماطمية زي ما تحبي. هنديها تشويحتين برضو كده، وبعدين هنحط عيار المية بتاعنا. بسم الله. نسيبوها بقى لما تغلي. هنغسله الرز، هنحط شوية ملح وفلفل اسود معاه عشان هيبقى طعمه جميل قوي بالفلفل الاسود. طبعا لازم مية الرز الصيادية لازم تغلي كده عشان تدي اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ونروح بقى كده ساقطين الرز. طبعا ده بيتعمل بطريقة عكس الرز التاني طبعا بتاع الخضار الابيض. لازم المية تحمر كده بتاعته عشان يبقى لونه احمر. دي كام شريحة سمك كده لوت. انا كنت منضفاه يعني، والراجل هو مقطعهولي كده. انا برضو تبلته كده ببصلايه صغنطوطه قوي، مبشوره ناعمه، وحطيت لها برضو توم وشطه. ما حطيتش فلفل بصراحه يعني كان خلص، فحطيت شطه. هنقلوه برضو. هنبتدي بقى نعمل الطماطم بتاعه مسقعه البتنجان. حاطين هنا كده شريحتين فلفل وادي التوم اهو، وهنحط عليها بقى الطماطم. ابتدى الرز الصيدليه صيدليه بدل ما اقول رز صياديه قلت رز صيدليه.
ما علينا، مش مشكله، حتى لو رز صيدليه بعمل لكم رز تب يعني. شكله جميل اهو. انا يعني مش محمره المره دي البصله قوي عشان ما يبقاش غامق قوي يعني. ابتدى يستوي. هنحط بقى كده رقه بتنجان. البتنجان لازم يتقلي كده، تطلعيه رايق كده وحلو، ما تطلعهوش غامق عشان ما يبقاش شكله يعني غامق واسمر كده وشكله مش حلو، يبقى محرق منك. كده رايق كده بيبقى جميل. تحطش بقى ايه كده رايق كده. انا الطماطم دي مش عاملاها عصير طماطم في الخلاط، لا انا عاملاها كده في الكبه. وبعدين هنطلع رقه بتنجان تانية وهنحطوها بقى كده، وفي الاخر شويه صوص الطماطم اللي فاضلين، وخلاص على كده. صينيه السردين طلعت من الفرن اهي، شايفينها ذهبي وجميله ازاي. انا كان نفسي بصراحه احط لها يعني رشه كركم كده، بس انا او كاري، انا ما لقيتش عندي، بس هي طالعه جميله مش محتاجه اي حاجه. انا حطيت معلقه خل كده في الصلصه بتاعه المسقعه، وخلاص خلصتها كده. حطيت اخر رقه وحطيت عليها شويه الطماطم وسبتها بقى كده شويه، وكده خلصت المسقعه. هنبتدي بقى ايه نقلي السمك الفيليه. السمك الفيليه كمان خلص اهو، وحطيت كمان شويه ملح وكمون وعصرت عليه طماطمايه، وخلاص كده. كده الاكله بتاعتنا خلاص خلصت. ادي رز الصياديه اهو بالجزر والسمك والسردين والمسقعه. بقول لكل اللي شافوا قناتي واول مره يدخلوا، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. وما تنسوش اللايك. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.